يعني والله العظيم يا جماعه حاجه غريبه جدا. واحد كاتب لي في التعليقات على فيديو يعني معين، بيقول لي نفسي اشوفك وانت بتتكلم، او في مره وانت بتتكلم على اسيادك تتكلم بطريقه كويسه. وطبعا يقصد اسيادي دول بالزملكاويه، وان انا بقى اهلاوي وهم اسيادي والكلام ده. يا عم اسيادي ايه يا عم؟ يا عم صلي على النبي بس في قلبك كده. اسيادي انت لسه عايش في الزمن ده؟ اسياد وعبيد وبتاع. يا عم صلي على النبي يا جدع، صلي على النبي كده واتقي الله. دلوقتي يا جماعه معانا امير هشام بيبهدل ويمرمط ميدو، لان ميدو خلاص انضم للزريبه وبقى خلاص مسؤول. بص، اي اعلامي زملكاوي، اي اعلامي زملكاوي هتلاقيه بيتكلم كويس جدا، محايد مش عارف ايه، بيتكلم كلام كويس قوي يعني يدخل عقلك وبتاع. وانت كاهلاوي تبقى قاعد كده تقول اه الراجل ده حقاني، مع انه زملكاوي بس حقاني. ولكن الكلام ده طول ما هو بعيد عن الزريبه، اول بقى ما يمسك اي حاجه في الزريبه دي مسؤول اي حاجه، بيتحول او ما بيتحولش، بيرجع لطبيعته. يعني هي دي طبيعته اصلا، فاهم ازاي؟ فميدو بقى بيقول لك سيادة دلوقتي، يعني سيادة الموسيقار راح، سيادة الموسيقار جه، سيادة الموسيقار بفضل سيادة الموسيقار عمل وسوى وبتاع. فأمير هشام مس عليه في العيد يعني. كل سنة وانت طيب يا كابتن ميدو، كل سنة وانت طيب، يعني عيد سعيد عليك، ويا رب يكون أمير هشام كيف.